مناجوس من قوة قبل مثير الدموع، وصلت لهم وهم واقفين في الأول المستشفى الميداني. كانوا معاناة أحد الأطباء. أنا مش لاقيهولك الصراحة، بس هو مدته 10 دقايق عندي، فلسه بستنى 10 دقايق لحد ما يحمل. متقلقش. حتى الأطباء مصابون، صيبوا من قوة الغاز اللي جاي من هناك، جاي من قدام الوزارة بالظبط. الغاز شديد جدا ويصابوا بيه. الضرب قدام الوزارة الداخلية بفرق 10 متر، يوصل الغاز بالقوة دي لحد هنا. لا ده جد دلوقتي. ده فاكر رصيد. لا ما بحفظه من ساعات التربية. الجرحى والعظام. هصور بس اللي هو الاسم، هصور بس الاسم المكتوب اللي هو الجرحى والعظام. الجراحة والعظام. ماشي حاج، مشكرين حضرتك. ده المستشفى الميداني. نروح بقى نمشي. السجاجيد اللي هم ينفضوها فيها قابل غاز مثير للدموع. جاي فيها اللي كنا بنجيبوا بيها المظاهرين ويحطوهم هنا بسرعة. هم يرفضوها طلعت غاز. ولا الطباء. وفي طبعا معارك ضارية لجوه. تعال لف كده، لف سريعة على الميدان، شوف ايه اللي فيه ونمشي. نعم عادة. هيا بابا. انا بتكلم
حاجه ايه لكن احنا بنتكلم دلوقتي في الحكايات اللي موجودين اللي جوه المتحولين دول واحد منهم انت ما تتعلميش عاملين لك انا ايه لما كنا من امبارح الليله عمالين نتحايل عليهم يا جماعه طيب هو جاي من المدينه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأنا لا نريد شر أريد بمن في الأرض هنا مستشفى بلاش ده كده مش شايفين حوالي 20 عربية اسعاف متصفة اللي هي اللي جنب بعض وعايدات متنقلة. عادي بس كده العالم متنقلة. شايفين عربيات اسعاف كتير قوي. الله أكبر. الله أكبر. وزارة الصحة والإسكان واحدة تعمل الجراحات متنقلة محافظة القاهرة يعني حاجة كويسة.
فانا في الحاجات دي لازم اصورها، لان التلفزيون ما فيش حد يجيب الحاجات دي. حضرتك التلفزيون بتصور بس بنزلها في الفيسبوك. لا حضرتك الكود عام القاهره بيغلط الحاجات دي اللي هو الجزيره والقنوات العالميه تصورها، هم ما فيش حد يجيب الحاجات دي. صور يا بابا اللي انت عايزه. ماشي. لو عايزها من جوه كمان اخليه مستحيل. يا ريت. طيب لا انا لسه غاية انا مع ابو هاب دلوقتي. مسموح لي ان انا حركة اصور اللي جوه؟ لا ايه؟ لا صح؟ عربات اهداف من مشكلة قد ايه؟ عربات الاسعاف. اللهم خارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين إذا دعوا رحمن الدنيا والآخرة عربات الاسعاف قد ايه؟ كتير اوي عربات الاسعاف. كتير جدا فوق العربين عربية. عربية الاسعاف كمان زيادة هي جاية عربية الاسعاف زيادة. وسمحت اسم الشارع ده ايه بس؟ اسم الشارع ده ايه؟ الشارع ده شارع أول مكة. ما دي حضرتك مظاهرة ولا حد اتمسك ولا ايه؟ واحد اجنبي زي ما تقول هو اتمسك بس هو الناس بيعملوا هيك على ماشي. شايفين صف 10 عربيات جنب بعض كده. عربيات اسعاف كتير قوي، اكتر من 100 عربية اسعاف قدام عينيا. عربية اسعاف في كل مكان. يا ربنا يخلينا وزارة الصحة، عامله شغل محترم جدا وزارة الصحة. بعد عمليات متنقلة وأحداث عمليات جراحية وحاجات عربيات إسعاف كتير وأدوية وكل حاجة. ربنا يخليهم وزارة الصحة، مش زي وزير الصحة السابق اللي كان في عصر مبارك ما عادش ولا أي حاجة اللي صار ميدان التحرير، لكن ده ما وصلها 24 ساعة شغالين. صور شفت ده بتاعتي كتير عربيات إسعاف شغالة، الكل شغال. ومستشفى ميداني وست 10 مستشفيات ميدانية او 10 مستشفيات ميدانية في كل حتة، وفي وحدات عمليات جراحية من الداخل، وخيم معينة للجراحة وفيها اجهزة وكل حاجة، وخيم كبيرة مش صغيرة كمان. المسجد ده معمول جواه وحدة عمليات جراحية كلها والعلاج والعيادات وكل حاجة، لكن الناس بتصلي بره، فخلوا الجامع للعمليات الجراحية والعلاج، وخلوا الصلاة في الشارع او اللي بره. حاجة كويسة جدا. كان بقى لسه مدينة عشان نروح. هي اللي تبرى بالدم، اللي عايز يجي تبرى بالدم. اصابات كتير، اصابات تاني. الشيخ مصاب، واحد جايبين انابيب اكسجين
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هنا تراب الدم، حي على السلام وراب الدم، واحد مصاب، الدكتورة كمان غير الدكتورة اللي فاتت مصابة. ما تحولش انك لا انا ماشي، دي وحدات اللي هي الجراحية. يا جماعه ممنوع التصوير يا جماعه، وقفوا معانا يا جماعه. ممنوع التصوير هنا عشان في عمليات الجراحية بالداخل، عمليات جراحية خفيفة وانابيب اكسجين، الحالة الصعبة على الآخر ربنا يكون معاهم، وهنا تبرع بالدم، ربنا معاهم في الحرب على الداخلية، المشير الطنطاوي، وانا لسه كمان جاية محمد مصاب، شغل 24 ساعة بس الإسعاف، معارك شديدة وضارية، شغالة في ميدان التحرير، والله مع أعلم البام يحصل امام وزارة الداخلية اللي انا سبتها من شوية. ربنا معانا، الناس عايزة تقتحم كلها الوزارة دلوقتي، المشير مش راضي يمشي، دلوقتي السما هيجي بيقول ايه ارجع ايه ارجع، في الناس بتجري في الميدان، في ايه بس في ايه الناس كلها حاجة ليه في مفيش حاجه، هو حد يقول لك اجري، كل الناس بتجري. الناس كلها جرت، انا قلت حصل ايه عشان حد قال اجروا فاجروا، للاسف الشديد. اصلا مش هيوصلوا، الناس خدت ترى محمد المحمود كله، مش ناس خدت تطلع الناس كلها اساسا هم واخدين دلوقتي اوامر بعدم ضرب المتظاهرين. الحمد لله. ماشي الحرب مستمرة، حرب المشير طنطاوي هتستمر اكتر ان شاء الله. في معارك شديدة وضارية الآن أمام وزارة الداخلية، والجيش طبعا معاهم يحميهم، والله أعلم إن يحصل دلوقتي. ربنا معانا إن شاء الله ضد وزارة الداخلية، المشير طنطاوي أوله، الاعتصام مستمر. واقف شوية.